السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت من الناس اللي داخلين تستلموا اراضي المرحلة الثالثة في التجمعات التنموية، الفيديو ده مهم جدا لان ببساطة انا هحكي لك بالظبط ايه اللي بيحصل يوم الاستلام من واقع تجربتي ومن واقع تجربة تجمعات تانية زي الحمة والنوافعة وسهل القاع وإسلا وعري. وكمان هقول لك اللي حصل معانا في تجمع وادي سعاد وازاي استلمنا. بس في اخر الحلقة خليك معايا. طبعا الكل عرف ميعاد الاستلام باليوم، ولازم تلتزم بالميعاد لان هيكون صعب اللجنة تيجي ليك تاني، وهتتكلف انت تمن انتقالها للتجمع لو ما جيتش في اليوم المحدد ليه، وهيكون التكاليف الانتقال على حسابك عشان تستلم، فلازم تكون موجود. اول ما توصل المكان هتلاقي لجنة مسؤولة عن التسليم، بتسجل بياناتك وبتتأكد انك صاحب الارض او جاي بتوكيل عن حد. بعد كده بقى اهم خطوة، بعد كده اللجنة بتنزل معاك على أرض الواقع، مهندسين المساحة، ومن خلال الإحداثيات والأجهزة بيحددوا حدود أرضك بدقة. في الوقت ده لازم يكون معاك 4 حدايد أسياخ حديد، ويفضل يكونوا من حديد الصبة عشان يثبتوا في الأرض كويس، ويبقى صعب إنك حد يخلعهم بعد كده أو حد يشيلهم. وهنا بقى ركز معايا جدا، أول ما تدق ال4 حدايد بتوع أرضك أنت كده عرفت حدود أرضك. لازم تفتح عينك كويس، هتشوف الحدود والعلامات والطريق، طبيعة الأرض نفسها. هتمشي في الأرض وتبدأ تسأل نفسك الأسئلة دي: هل الأرض مستوية؟ فيها تبات؟ فيها صخر؟ هل الأرض دي كانت مجرى سيل قبل كده؟ وأهم حاجة لازم تلف الأرض كلها خطوة خطوة وتشوف فيها إيه، وما تسيبش متر واحد من غير ما تعينه. تمام؟ لو لقيت الدنيا كويسة ومفيش أي مشاكل ظاهرة يبقى الحمد لله تمام كده. تعال بقى ندخل على حتة مهمة جدا ناس كتير بتتلخبط فيها: شبكة الري نفسها عاملة ازاي. بص يا غالي، أول أرضك هتلاقي قدامك تجميعة محابس زي اللي قدامك على الشاشة، ماسورة لونها أزرق وماسورة لونها أحمر. الماسورة اللي لونها أزرق دي اللي داخلة جوه أرضك، يعني هي اللي هتغذي الشبكة عندك. أما الماسورة الحمراء دي جاية من الخط الرئيسي. تمام كده؟ تمام. أول حاجة هتقابلك على الخط الرئيسي المحبس، وده اللي بتفتح وتقفل منه المية. اتأكد انه سليم. طيب انا هتأكد ازاي انه سليم ومفيش مية؟ يعني افتح المحبس واقفله، لو اليد بتاعته موجودة، الفتح والقفل شغال معاك تمام، يبقى ان شاء الله بنسبة كبيرة المحبس سليم. بعد المحبس على طول هتلاقي منظم ضغوط لونه ازرق. منظم الضغط ده بيكون فيه خراطيم رفيعة. ركز بقى، لازم تتأكد ان الخراطيم دي سليمة ومفيهاش تقطيع. في بعض التجمعات زي تجمع خشم الجاد منظم الضغوط بيكون مش راكب، وبيكون شايلينه في المخازن، ولما تيجي تستلم بيسلمه لك ساعتها، فما تقلقش لو مش موجود. بعد كده في فتحة في الماسورة الحمراء وفتحة في الماسورة الزرقاء، دول بتوع التسمين، بعلم لك عليهم في الصورة، وبيكون راكب عليهم محبسين زي ما انا معلم عليهم كده في الصورة. طب لو المحبسين دول مش موجودين عادي جدا هتستلمهم بعد كده، هتستلمهم ان شاء الله مع استلام الخراطيم والسمادة. كمان هتلاقي عند فتحتين تانيين واحدة اسمها الهواية، وده اللي بيطلع منها الهواء من الشبكة، اللي هي السمرة اللي على اليمين دي، ودي غالبا بتبقى راكبة على الماسورة. وفيها فتحة تانية على الماسورة الزرقاء، دي بيركب عليها عداد الضغط زي برضو ما انا معلم لك عليه كده يمين شمال الشاشة. طب الفتحة دي بيركب فيها العداد، لو العداد مش موجود تقدر تركب مكانه طب، مفيش مشاكل برضو، الحاجات الصغيرة دي تعدي. بعد كده هتستلم السمادة، ودي بتكون عاملة زي برميل كده أبيض حوالي 100 لتر، ومعاها بيكون الفنشوري اللي هو الأزرق اللي في الشاشة ده برضو، و2 كوع بوصة ونص، و2 جلبة ذكر بوصة ونص، وكمان تستلم حوالي 8 لفة خرطوم ومعاهم النقطات. طيب بعد ما خلصنا عند المحبس وشبكة الري اللي بره، تعالى بقى ندخل جوه الأرض نفسها. أول ما تدخل أرضك المفروض إن الخط الرئيسي يبقى ماشي في منتصف أرضك. الخط ده بيكون ماسورة 90 أو 63 على حسب هو راكب هناك. طيب هتعرف مكان الخط ده منين؟ هتلاقي فيه ناتج حفر ماشي في الأرض زي أثر كده، ومنها تعرف مكان الخط الرئيسي. امشي معاه وانت داخل
بعد حوالي 50 متر من حدود أرضك من ناحية المحبس هتلاقي خط فرعي ماشي بعرض الأرض. يمين الأرض هتلاقي طبة أو رقبة وزة راكبة، وشمال الأرض هتلاقي طبة أو رقبة وزة برضو راكبة. اتأكد إن دول موجودين على أول خط فرعي بعد 50 متر من حدود أرضك. تمام. بعد حوالي 150 متر من حدود أرضك هتلاقي الخط الفرعي التاني. طب ازاي اتأكد ان دي خطوط فرعية فعلا؟ هتلاقي طالع منها خراطيم 16 زي اللي في الشاشة، كل حوالي 6 متر هتلاقي خرطومين طالعين. دي علامة واضحة جدا ان الخط ده فرعي. وفي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ودي من أخطر الحاجات يوم الاستلام. يا ريت وانت رايح تستلم ما تروحش وايدك فاضية. خد معاك متر قياس 50 متر أو 100 متر، ولازم يكون معاك كراسة وقلم، لأن ببساطة أنت مش رايح تستلم أرض وبس. ابدأ ارسم أرضك قدامك، سجل فيها كل الملاحظات اللي شفتها في الأرض، وسجل أبعادها طولها وعرضها. حدد مكان الخط الرئيسي ماشي فين بالظبط، ويبعد قد ايه عن الجار اليمين عن الجار الشمال. لو في حتة عالية في الأرض اعرف مكانها فين. وبعدين ركز على الخطوط الفرعية، هل أول خط فعلا بعد 50 متر؟ هل التاني فعلا بعد 150 متر؟ ما تعتمدش على النظر وما تعتمدش على كلام حد، قيس أرضك بنفسك. والكراسة اللي في ايدك دي هتكون المرجع الحقيقي ليك بعد كده لما ترجع البيت تعرف تذاكر أرضك. لأن لو ما عملتش كده من الأول هترجع بعد يومين تقول أنا عايز أروح الأرض تاني، أرفع أبعادها وأفهم فيها إيه وشكلها عامل إزاي. طب ما أنت كنت فيها أصلا من يوم ولا يومين يوم الاستلام، كان قدامك كل حاجة وكانت اللجنة معاه، وكمان تقدر تقيس وتراجع وتفهم كل تفصيل. ليه تسيب كل ده وترجع تبدأ تاني من الصفر؟ يبقى كده عندك بعد 50 متر خط فرع أول، بعد 150 متر خط فرع تاني. لازم تتأكد ان الخطوط دي موجودة في أرضك، وكمان تتأكد ان الخط الرئيسي ماشي في أرضك، مش زي أرض كده الخط الرئيسي ماشي عند الجيران. الحمد لله. ولو لقيت كله تمام، أرضك مظبوطة ما فيهاش مشاكل ظاهرية، شبكة ري موجودة، الخطوط الفرعية والرئيسية تمام، ساعتها تقدر تمضي على محضر الاستلام وانت مطمن. أما اللي حصل معانا في تجمع وادي سعال فباختصار في المشهد اللي هتشوفه ده اللي حصل معانا. ما تعصلكش يا ابو العيلة، انطاع يا ابني، ده احنا غلابة والله. لما ندن على مدنا ما حد يسمعنا، الاكابر بس هم اللي بيتسمع كلامهم، هم اللي يؤمروا واحنا اللي ننفذ، واطيعوا الظالم. بس بعيد عن الهزار، الكلام ده انا بقوله علشان انت ما يحصلش معاك كده. راجع كل حاجة بنفسك وخد حقك كامل، ده مش لعب. الدولة دفعت تمن الحاجات دي كلها، والمفروض كل واحد يستلم حقه مظبوط. ان شاء الله الحلقة الجاية هتكون عن استلام البيت، وهنوريك ايه الادوات اللي لازم تاخدها معاك وانت رايح تستلم البيت. رجل من اقصى المدينة. سلام عليكم.